السلام عليكم. اختي، نصيحة ليكي بس ولكل البنات اللي بتسمع الفيديو ده، حقكم عليا، لكن انتوا ليه بتلبسوا الطرحة وتطلعوا خصلتين منها، او تخلوا نص بره ونص جوه؟ تعرف انا بحسبها ازاي؟ والله بجد انا بحسبها ان انت معكيش تكملي فلوس الاستشوار بتاعك، فبتعملي الجزء اللي بره بس علشان يبان للناس، والجزء اللي جوه اكرت والله كده اكرت. لو دي عندك مشكله، انا ممكن اتكفل ان انا اديك الفلوس بتاعه الاستشوار كامله، وتعملي الاستشوار بتاعك وتقعدي في البيت بقى، ما تنزليش. ما هي اما تلتزمي بالطرحه كلها وبالحجاب كله، يا تقلعيها خالص. ما هو لو سرقتي تسرقي جمل، فالذنب تاخديه كله كامل، خلاص كده، لانه ما لا يدرك كله لا يترك كله. تلبسي الطرحه كلها، يا ما تقرفناش مره بقى بريسنج، ومره تطلعي شعرك بره، ولسه في حاجات كتير جدا. ده انا وراكوا لحد لما اطلع عينيكوا زي ما انتوا بتطلعوا عينينا. يا تقعدي في بيتك يا تلتزمي بالطرحه بتاعتك. ما بتكلمش في حل وحرام، مش بتكلم في كده، لان ده ليه ناسه، ولكن بتكلم على اللي احنا بنشوفه كل يوم. فاحنا تعبنا بالراحه كده علينا. ها، لو انت بتتفرجي عليا من اي مكان والفيديو ممكن ما يعجبكيش، خشي برضو اعملي برضو اشتراك في القناه على اليوتيوب، وشير الفيديو عشان صاحبتك اللي ممكن تشوف الفيديو ده، ممكن بكلمه مني ممكن تلتزم بالطرحه كلها وما تعملش استشوار، عشان العيد قرب خلاص. يلا سلام.